قرية قراج شرقي الكردية. أهل القرية من عشيرة ديدان، وهي تعتبر مزرعة لقرية حساجك. عدد سكانها حوالي 150 شخص تقريبا، ومساحة القرية 200 هكتار. تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة إعزاز ناحية مارع، حيث تبعد عن حلب شمالا 17 كيلومتر، وعن إعزاز شرقا 28 كيلومتر، وعن ناحية مارع جنوبا 11 كيلومتر خط نظر. تحدها من الغرب قرية حساجك، ومن الشرق قرية الوردية وقرامل، ومن جهة الجنوب مزارع غرناطة وقرامل، ومن الشمال قرية قول سروج سد الشهباء. من العوائل المعروفة في القرية عائلة حسينو وعلي. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس، وزراعة الخضروات الصيفية مثل البطاطا والبصل والخيار والبندورة، ومياهها الجوفية وفيرة، كما فيها كروم الزيتون والفستق الحلبي والعنب والتين. الأهالي أيضا يقومون بتربية المواشي مثل الغنم والماعز، وأيضا تربية الدجاج البلدي. بعض الأهالي يملكون مناشر حجر. وصلتني هذه المعلومات من السيد محمد الأحمد، وهو من أبناء المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ من منطقة درباسية. كل التحية لأهالي قرية قراج شرقي.